السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا دي زيسكالوب على الطريقه الاسبانيه. انا هنايا غادي نستعمل 3 ديال الصدور ديال الدجاج. الكميه تتبقى على حسب الرغبه. فغادي نقطعوا هاد الصدر ديال الدجاج بهذا الشكل هذا اللي غادي تشوفوا معايا في الفيديو. تنقطعوهم صغار واحد شويه، ما تنقطعوهمش كبار بزاف. الا ما كنتوش مرتاحين في التقطاع ديالهم راه ممكن تطلبوا هذا الشيء هذا من الجزار ديالكم. فانا غادي نقطعوهم بهذا الشكل هذا اللي تشوفوا معايا في الفيديو. غادي نستمر بهذا الشكل حتى ننتهي من الكميه ديال الدجاج اللي عندي. فمن بعد ما تنتهي من الكميه اللي عندي غادي نغسل الصدور ديال الدجاج ديالي، اولا غادي نعاود نغسل هاد القطع هادي. انا راني ديجا غسلت الدجاج، غسلت الصدر ديال الدجاج قبل ما قطعته، راني غسلتهم. غادي نعاود نغسلهم مره اخرى وغادي نخليهم يستقطروا بين ما غادي نوجد لهم لاصوص ديالهم فاش غادي نرقدهم. فراه تبارك الله وصل عندي غير 3 ديال الصدور ديال الدجاج تيعطيو واحد الكميه اللي كثيره بزاف. فبالنسبه للصلصه غادي نحتاجوا العصير ديال 2 ديال الحامضات. فمن بعد ما غادي يستقطر الدجاج ديالي اولا من بعد ما قطر غادي نضيف عليه التوابل. انا هنايا غادي نستعمل الملحه، سكينجبير، البزار وشويه ديال بودره الثوم. بالنسبه للبودره ديال الثوم راه ممكن تعوضوها بالثومه العاديه، وكذلك بالنسبه للتوابل راه تتبقى على حسب الرغبه ديال كل واحد، تديروا التوابل اللي تتعجبكم. غادي نضيف كذلك رشيشه ديال زيت الزيتون، وغادي نضيف العصير ديال الحامض، وكذلك غادي نضيف معلقه كبيره ديال المطارد. نشرملو الدجاج ديالنا، تنشرملوه مزيان، تندخلوا فيه مزيان هاد الشرموله اولا هاد لاصوص اللي حضرناها وتنخليوه يرتاح. تتخليوه ما بين نص ساعه حتى لساعه. الا بغيتو تخليوه ليله كامله تيكون حسن. انا شخصيا خليته ليله كامله. كما تنعرفوا الدجاج كل ما ترقد في الشرموله ديالته كل ما تيجي حسن. فانا راه خليته ليله كامله. فمن بعد ما غادي ندوز ليله كامله على الدجاج ديالي غادي نضيف عليه بيضه وتندمج هاد البيضه مزيان مع فهاد الدجاج هذا اولا مع الدجاج، وصافي تندوزو مباشره نفندوه في لاشابلور كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو. فصافي راه غير تنفندوه في لاشابلور، تندوزو للقلي عفوا للقلي ديالو مباشره. وبالنسبه للزيت تنسخنوها مزيان، خاصها تكون سخونه مزيان. غير تتسخن غادي نقصوا عليها البوطه واحد شويه وصافي تنبدا في القلي. بالنسبه للناس اللي عندهم الفريتوز راه ممكن يستعملوها. انا هنايا غادي نقلي الدجاج ديالي اولا غادي نقلي لي زيسكالوب غير في المقله العاديه. غادي نحط واحد الكميه مناسبه اولا غادي نحط واحد الكميه ديال لي زيسكالوب، الكميه اللي غادي تهز ليا المقله. هاد النوع ديال لي زيسكالوب تيوجد دغيا وما تيحتاجش لوقت طويل وما تيحتاجش بزاف ديال الخدمه، دغيا تيوجد. تنبداو نقلبوا في لي زيسكالوب ديالنا، يعني كل فتره والثانيه تنقلبوا في لي زيسكالوب ديالنا حتى تيطيبوا مزيان وتيتحمروا من جميع الجوانب وصافي غادي نزولوهم. وواحد المساله راه بين كل قليه وقليه تناخذ واحد الصفايه كما غتشوفوا معايا في الفيديو، وغادي نزول داك الفائض ديال لاشابلور. داك لاشابلور اللي تتبقى لي في المقله تنزولها باش ما تحرقش ليا وتخسر ليا الطعم ديال الزيت، وكذلك ما تلصقش ليا في لي زيسكالوب اللي غادي الجزء الثاني ديال اولا الاجزاء الثانيه ديال لي زيسكالوب اللي غادي نقليها. تنستمروا بهذا الشكل هذا حتى تنتهيوا من الكميه كلها اللي عندنا. فعلا تيجيو واحد الزيسكالوب اللي رائعين، تتمنى تجربوهم وغادي يعجبكم ان شاء الله. هذا ما تيخص الفيديو اليوم. شكرا على المشاهده والى اللقاء فيديو مقبل.